السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا المتابعين من كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده فيديو مهم للناس المبتدئين اللي بتستفسر يعني إيه سيلر وإيه علاقته بالخشب؟ هل هو بطانة؟ هل هو ورنيش؟ ده اللي هنعرفه النهارده. خليكم معانا. السيلر أولا يا جماعة من المواد السلوزية على ما أتذكر إنه السلوز مادة طبيعية موجودة في النبات، وبنحصل على السيلر عن طريق بعض التفاعلات الكيميائية. السيلر في حد ذاته مشتق من السليلوز، هو نيتروسيلولوز. تمام. السيلر مادة بنستخدمها كعازل للأخشاب وكعازل للمعجون في مرحلة التشطيب، إنما هو في الأساس بطانة. تمام. بيتميز إن الخشب بيشربه بسرعة وبيسد الفراغات، لكن مش في كل أنواع الأخشاب. يعني بعض الأخشاب اللينة زي البياض أو السويد اللي هو الموسكي، والأنواع اللينة على وجه العموم الألياف بتاعتها بتبقى مفتوحة شوية، فإحنا بنحتاج إن إحنا ندي طبقة أو طبقتين من المعجون البلدي أو البلاستيك قبل السيلر. احنا ممكن ندي للخشب سيلر ونتركه لما يجف ونصفيه وننعمه، وبعد كده ندي سكينة معجون واحدة بلدي أو بلاستيك. المعجون البلدي بنستخدمه لما هنكون مثلا عايزين نشطب الخشب على لونه، هنديله صبغات، عايزين نظهر جمال الألياف. تمام. طيب أنا دلوقتي عايز أشطب قطعة خشب بلون دوكو. تمام. فهضطر بقى ان انا استخدم المعجون الابيض البلاستيك العادي، او ممكن المعجون البلدي بعد ما هضيف له زنك. احنا عارفين اتكلمنا قبل كده في فيديو قبل كده عن ازاي نعمل المعجون البلدي. المعجون البلدي غرة بلدي وزبدات، وبنضيف عليه الزنك الابيض عشان يديله لحميه ويبقى العرق بتاع المعجون كويس، وفي نفس الوقت يقرب معانا من درجه اللون الابيض. تمام. المهم انا بدي سكينه المعجون الخفيفه بتاعتي، وبعد ما بصنفرها وبنعمها كويس جدا بديها وش او وشين سيلر، وبعد الجفاف بنعمه تنعيم كويس بيصبح معايا ناعم جدا، وبرجع ابص بعيني كده لو في حاجه محتاجه تتلقط تترمم بالمعجون بعيد عليها تاني. تمام. ديت يعتبر الاستخدامات الصريحه للسيلر. اما قصه ان انا استخدمه كورنيش فده طبعا مش حل عملي، لان السيلر في حد ذاته مش ماده لامعه. تمام. في عندنا انواع كتير من الورنيش. عندنا الورنيش العادي اللي هو سريع الجفاف، زي النوع اللي قدام حضراتكم ده احنا بنستخدمه لتلميع الدواخل بتاعه غرف النوم سواء اطفال او نوم، عشان نلمع القشره الداخليه. تمام. بس انا ما رجحش ان احنا نستخدم الورنيش للفينش الخارجي. تمام. في عندنا الورنيش الثاني اللي هو اللكر، وده درجه اللمعان بتاعته كويسه جدا، ممكن نستخدمه بعد الدوكو او بعد الصبغه. تمام. طيب بالنسبه للسيلر، السيلر بالنسبه لي دلوقتي بطانه، ممكن استخدمه وانا بشطب صبغات، وممكن استخدمه وانا بشطب دوكو. حتى لو انا اديت المعجون بتاعي وصنفرته واديت طبقه سيلر كبطانه وصفيته نعم، انا مثلا هشطب لون ابيض، ممكن اخلط السيلر بعض السيلر بشويه دوكو ابيض وارجع ارش البطانه، بدل ما ارش طبقه بطانه كامله، لا انا ممكن ارشها بالسيلر وارجع انعمها وبعد كده ادي الوش الاخير عادي، مفيش اي مشكله. تمام. اما كاستخدامه كورنيش فده طبعا فكر خاطئ، والله اعلى واعلم. تمام. عندنا انواع كتير من الورنيش، اخرهم الورنيش الزجاجي. الورنيش الزجاجي لو انا عايز اشطب قطعه خشب على لونها، سواء انا شطبتها بصبغه او تركتها على اللون الطبيعي بتاعها، ما ينفعش ارش ورنيش زجاجي على خشب اخد سيلر مره واثنين وثلاثه ان شاء الله حتى مليون مره، لان السيلر مهما كان الخشب هيشربه ومش هيغلق جميع المسام، مش هيقرب لك الالياف من بعضها. الالياف في الاخشاب اللينه تعتبر الى حد ما بعيده عن بعضها شويه، لذلك هي الياف لينه، على عكس الاخشاب الصلبه زي الزان المغنو وبقيه الانواع. تمام. فانا استخدمه كبطانه فقط، ده فكر خاطئ. تمام. لابد من عزل بسكينه معجون، حتى ولو سكينه واحده بلون الخشب،
وبرجع اصفيها، وبضمن تماما ان مهما رشيت سيلر بطانه تشطيب اخير ورنيش مش هيشرب معايا، لان انا لو رشيت ورنيش زجاجي ومفيش تحت منه ارضيه مقفوله هيشربه وهيطلع شكله في الفينش. طيب بالنسبه لنا احنا ممكن نستخدم السيلر كايه مع البطانه. يعني ايه الاستخدامات التانية كعزل او كبطانه؟ انا ممكن احل فيه الصبغات بتاعت اللوستر. تمام، يعني انا مثلا عندي صبغه بني اي درجه مهما كان انا عايز احلها، فببدا احل شويه سيلر اخففهم بدرجه معينه، وهو بالمناسبه بيتخفف بالطنر. تمام، السيلر بيتخفف بالطنر على عكس الورنيش دوت يتخفف بالطنر او البنزين عادي جدا، انما السيلر بيتحل بالطنر سواء كان طنر حامي او طنر خدمه عادي، الاثنين مفيش مشكله. تمام، بس طبعا كل ما كان الطنر نظيف كل ما كان اداء الخامه نفسها معاك اعلى. تمام، فانا بحل شويه سيلر صغيرين بالكثافه المعقوله، وبعد كده بدور فيهم الصبغه بتاعتي وابدا ارش. البديل للسيلر ممكن احل الصبغه مع شويه لكر وابدا ارش بيها. تمام، كده او كده واحد. ممكن احل الصبغه مع شويه مط اللي هو الورنيش المط. تمام، كده او كده شغال. انما في على وجه العموم احنا بنستخدم السيلر كعازل وبطانه. من غير طبقه معجون الخشب هيشرب وهيمتص اي ماده دهان بعد السيلر. ده كان بالنسبه للرد على استفسار احد الاعضاء في الجروب، واتمنى ان المعلومه تكون وصلت لحضرتك. تحت امر حضراتكم في اي استفسار بالله ربنا يقدرنا عليها نرد عليه. تمام، وفي النهايه يا جماعه لا تنسونا من صالح الدعاء. تحت امر حضراتكم في اي وقت، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.